في الفيديو ده جاي اكلمك على ملخص ل10 نقط مهمين جدا. حطهم قدام عينيك كويس قوي لو انت قررت تطور من حياتك الماديه. والنقط دي انا مش مرتبهم من حيث الاهميه، حاططهم مع بعض، بس اتمنى تكمل الفيديو للاخر لان فعليا الفيديو هيفيدك بشكل كبير قوي. اول نقطه لازم تعرفها كويس هي ان السيستم العالمي مش همه مصلحتنا ابدا. السياسه العالميه مش همها مصلحه الافراد، لازم تفهم كده كويس. السياسه العالميه هي عباره عن ان هي بتمشينا في باص معين او طريق معين عشان نخدم مصلحتهم هم، مش عشان مصلحتنا احنا. فانت لازم تبقى حاطط في عقلك كده كويس. وانا هنا ليه باجي بقول لك انت لازم تحط في عقلك كده كويس؟ عشان تبقى فاهم الطريق اللي هم ممشينا فيه او اللي هم مبرمجين دماغنا عليه، هو الطريق ده عشان مصلحتهم هم مش عشان مصلحتنا احنا. تاني نقطه معانا هي انك لازم تفهم كويس ان محدش علمنا اي حاجه عن الفلوس. انت لو جيت سالت نفسك حد جه علمك اي حاجه عن الفلوس؟ مفيش. اتعلمنا اي حاجه عن الفلوس في المدارس؟ مفيش. في الجامعات؟ مفيش. احنا بس بنتعلم المواد زي العربي والانجليزي واللغات كلها والجبر والاحصاء، ونخش في تفاصيل غريبه جدا وتاريخ وجغرافيا وحاجات غريبه جدا. محدش جه علمنا ازاي نعرف نجيب فلوس. واكيد دي مش صدفه، مش صدفه ان هم يعلمونا كل حاجه ويجوا على حته الفلوس ما يعلموناهاش. ليه؟ لان زي ما قلت النقطه دي مرتبطه بالنقطه الاولانيه، ان السيستم العالمي مش همه مصلحتنا. السيستم العالمي مش همه ان انت تبقى واحد معاك فلوس كتير وتبقى مستقل ماديا وتبقى مرتاح خالص. هو عايز يمشيك في طريق معين عشان خاطر تخدمه. عشان كده هو مش بيعلمنا اي حاجه عن الفلوس. انا بقول لك كده مش عشان حاجه، انا بقول لك كده عشان تفهم كويس ان انت اللي هتعلم نفسك بنفسك الفلوس. ايه هي الفلوس؟ لو قررت تكون غني هتعمل ايه؟ ايه هو الذكاء المالي؟ انت الحاجات دي انت اللي هتتعلمها مع نفسك، محدش هيجي يعلمها لك. خليك فاهم كده كويس. تالت نقطة لازم تفهمها كويس هو ان عملية التعليم بتاخد وقت. التعليم ما بيجيش بين يوم وليلة، ولا حتى في كام شهر، ولا حتى في سنة. لازم تبقى فاهم كده كويس. انت دلوقتي دخلت الكليه بتاعتك، قعدت قد ايه عشان تتخرج يبقى اسمك دكتور؟ قعدت قد ايه تتخرج عشان اسمك ايا كان محاسب، صيدلي، ايا كان المسمى بتاعك؟ قعدت تدرس 4-5 سنين، صح؟ عشان تتخرج تبقى مؤهل انك تنزل سوق العمل. قعدت تدرس 4-5 سنين. كذلك موضوع الفلوس، اوعى تفتكر انك لما هتيجي تتعلم عن الفلوس هتتعلم عنها في كام شهر او في سنه. ممكن الموضوع ياخد منك سنين عادي. لازم تبقى فاهم كده كويس لان دي حاجه احنا ما تربيناش عليها اساسا. يعني واحنا زي ما قلت واحنا في المدارس علمونا حاجه عن الساينس او عن العلوم، عن الرياضيات، عن العربي، عن الانجليزي، عن كل حاجه، عن التاريخ، عن الجغرافيا. فبالتالي سهل واحد مننا لما بعد كده يخش الجامعه يبقى عنده خلفيه شويه عن المعلومات دي، فبالتالي يعرف يدرسها بتعمق اكتر في الكليه عشان يتخرج يبقى مؤهل. لكن احنا في الفلوس ما تعلمناش اي حاجه. احنا من صغرنا ما عندناش اساسا معلومات عن الفلوس خالص. فبالتالي انت لازم تفهم لما انت هتيجي تقرر تبتدي تمشي في سكه انك هتعلم نفسك بنفسك، التعليم هياخد وقت. وانا بقول لك هنا كده ليه؟ بقول لك لان هتلاقي في الوقت اللي انت بتتعلم فيه انت محبط، انت لسه ما وصلتش لحاجه. هتلاقي الناس اللي حواليك بيقولوا لك انت بتعمل ايه ده كله؟ انا قاعد بتعلم. قول لهم انا قاعد بتعلم، ما تكونش محرج خالص. انا قاعد بطور من ذهني، انا قاعد بتعلم حاجه جديده جدا انا ما اعرفهاش، انا ما اتعلمتهاش من صغري ابدا. فانا بقول لك كده عشان لا تيأس ولا تحزن زي ما بيقولوا، ولا تحبط من كلام الناس اللي حواليك. الناس اللي حواليك دول جهله، لازم تبقى فاهم كده، مش عشان هم ناس وحشه، عشان هم زيهم زيك، زيهم زيي. ما تربيناش اساسا على فكره الثقافه الماليه. فانت لازم تفهم في الوقت اللي انت هتتعلم فيه، مش عايزك تيأس، مش عايزك تزعل، مش عايزك تحبط من كلام الناس. فكك من الناس كلها. رابع نقطه معانا هي انك لازم تعرف ان الوظيفه لوحدها مش كفايه. لازم تفهم الوظيفه لوحدها مش كفايه. وانا هنا بقصد ايه كلمه الوظيفه مش كفايه؟ الوظيفه دي مهما ان انت كنت شغال ايه في اي دوله، مهما كان المرتب بتاعك، الوظيفه مش كفايه. ليه هي مش كفايه؟ هي ممكن بتكون بتجيب لك فلوس كتير. يعني على سبيل المثال في وظائف في دول الخليج بيدي مرتبات عاليه قوي، ايوه، بس في المقابل هو بياخد وقتك تماما، هو هلكك طول الوقت. فبالتالي طول ما انت بتضحي بوقتك مقابل الفلوس، انت كده مش كفايه ابدا لحياتك. لازم حياتك تبقى فاهم فيها كويس انك ما ينفعش تستبدل وقتك بالفلوس. لازم وقتك ده تخليه لنفسك. لازم انت تبقى حر ماديا وحر ماليا. وانا على فكره مش بتكلم كلام شعارات، انا عارف الكلام ده. انت ولا انا هنوصل له بين يوم وليله، بس ده اللي انت لازم يبقى الهدف قدامك اللي انت لازم توصل له. ده الهدف اللي انت شغال عليه، ده اللي انت عايز توصل له. لازم تحط ده في عقلك. طول ما انت بتبدل الوقت بالفلوس، طول ما انت مش مستمتع باي حاجه. ودي نقطه ثانيه هتكلم فيها في ضمن النقط اللي انا هشرحها في الفيديو ده. بس لازم تعرف كويس ان الوظيفه لوحدها مش كفايه. وبالتالي انا مش بقول لك سيب الوظيفه وروح اعمل اي بزنس، لا، خليك مع الوظيفه وحاول تشوف لك بزنس جانبي توقفه على رجله. مش عشان حاجه، عشان لازم توصل للوقت اللي انت ما بتكونش بتستبدل فيه وقتك بفلوس، لا. خامس نقطه معانا هي فكره الاستمتاع بالفلوس في سن صغير. ناس كتيره بتبقى اغنياء وهي عندها 60-70 سنه. خلاص الواحد وصل سن 60-70 سنه، هو انا عندي طاقه اعمل حاجه؟ انا عندي بال اساسا اعمل حاجه؟ انا عندي احفاد وعندي عيالي ومشاكل، وانا ما عنديش صحه حتى اعمل اي حاجه. فلو الواحد بقى معاه فلوس في سن 60-70، وده اللي هو ممكن يحصل لي ويحصل لك، ممكن يحصل لاي حد فينا عادي، ساعتها للاسف
انت مش هتعرف تستمتع بالفلوس اللي معاك ابدا، لانك انت صحتك اساسا لا تسمح انك تعرف تستمتع بالفلوس. عشان كده لازم تحط في عقلك النقطه دي، لازم انك تفضل قاعد تشتغل كويس ان يبقى معاك فلوس في سن صغير عشان تعرف تستمتع بالفلوس دي. لو انت ما عرفتش تستمتع بالفلوس وانت عندك صحه، مش هتعرف تستمتع بيها وانت ما عندكش صحه. النقطة السادسة معانا هي متعلقة بفكرة لما تبقى عايش في ظروف اقتصادية سيئة، سواء كان ظروفك انت الاقتصادية وضعك المادي، او الدولة اللي انت عايش فيها وضعها الاقتصادي سيء، وده اللي هو حوالي دلوقتي بيمثل 90% من دول العالم. لما تبقى عايش في الظروف دي لازم تبقى فاهم حاجة مهمة جدا، ان اللي جواك هينعكس على الحاضر بتاعك. يعني طول ما انت بتفكر في افكار سلبية واللي هي واقع، انا مش بقول لك ان هو مش واقع، هو واقع والله العظيم واقع، بس زي ما هو واقع لو انت قعدت تتكلم فيه كتير مش هيغير اي حاجة. لما انت هتاخد اكشنز هيتغير. فلو انت قعدت تتكلم كتير ان الوضع سيء، الوضع سيء، انا وضعي سيء، انا وضع المادي سيء، وضع البلد سيء، الموضوع ده هينعكس على الحاضر بتاعك، وبالتالي هيبقى وضعك الحاضر سيء. فلازم تفهم كويس ان اللي جواك بينعكس على الحاضر، فحاول على قد ما تقدر تخلي اللي جواك كويس عشان تعرف ينعكس على الحاضر بتاعك ويبقى الحاضر بتاعك افضل. وفي فيديو هحاول اسيبه لكم فوق هنا في الاي بيتكلم عن الموضوع ده، ازاي انت تقدر تعمله باذن الله. النقطه السابعه معانا هي انك حط في عقلك كويس انك تاخد المخاطره المدروسه، حط تحت كلمه المدروسه دي مليون خط، تاخد المخاطره المدروسه وفي الاخر تخسر، احسن مليون الف مره من انك تفضل قاعد في مكانك وما عملتش اي حاجه. على الاقل المخاطره المدروسه دي اللي هتوصلك لخساره حتى في الاخر، فانت كده اتعلمت درس. ان شاء الله المره الجايه لما هتخش تخاطر هتبقى مخلي بالك من الدرس اللي انت اتقرصت منه او الدرس اللي انت اتعلمت منه، احسن بكتير من انك تبقى عامل زي 95% من الناس حاطط ايدك على خدك وتيجي يقول لك انا شفت فلان خسر وشفت علان خسر وشفت كذا حصل وشفت كذا، وفي الاخر انت قاعد مكانك محلك سر ما اتغيرتش. خد المخاطره، انك تاخد المخاطره دي وتخسر، مالكش دعوه بكلام الناس، مالكش دعوه باي حاجه، خد المخاطره المدروسه واخسر، احسن مليون الف مره من انك تفضل قاعد مكانك. النقطه الثامنه معانا هي متعلقه بفكره الاستثمار، والاستثمار ليها جمله واحده كده، الاستثمار يعتمد على المتغيرات، فاذا كانت المتغيرات دي تقدر تتحكم فيها او هي في ايدك وروح استثمر فلوسك في الشيء ده على طول وانت مغمض. لو كانت المتغيرات دي اساسا مش في ايدك، في علم الله ما تروحش تستثمر فلوسك في الشيء ده ابدا. وانا هدي لك مثال على ارض الواقع، وعلى فكره انا عامل فيديو كامل بخصوص فكره المتغيرات في الاستثمار، هسيبه لكم فوق هنا في الاي. لكن باختصار الفكره لو هدي لك مثال على ارض الواقع زي فكره الذهب، انت تعرف الذهب المتغيرات بتاعته ايه اللي بيخلي سعر الذهب يعلى وايه اللي بيخلي سعر الذهب ينزل؟ محدش يعرف، لا انت ولا انا ولا اي حد يعرف. يقول لك كده، يقول لك غير كده يبقى هو كذاب. فبالتالي اوعى تروح تستثمر فلوسك في الذهب. قول لي انا رايح احط فلوسي في الذهب، اقول لك اوكي، لكن رايح استثمر فلوسي في الذهب، الكلمه دي غلط. انت رايح تحط فلوسك في حاجه انت مش عارف على اي اساس سعر الذهب هيعلى او على اي اساس سعر الذهب هينزل، ده ما اسموش استثمار. عكس العقار، العقار لما تروح تستثمر فلوسك في العقار اقول لك ده اسمه استثمار. ليه؟ لان في شروط معينه لو انت طبقتها، كله طبعا باذن الله اولا واخيرا، بس لو انت طبقتها سعر العقار او العقار اللي انت هتاخده هيعلى وان شاء الله هتكسب فيه مكسب كويس. زي على سبيل المثال اختار منطقه كويسه، اختار منطقه عليها طلب، اختار سعر شقه اساسا ارخص من سعر باقي الشقق اللي حواليها في المنطقه. كل دي حاجات، وفي حاجات ثانيه كتيره جدا انا بتكلم عليها في فيديوهات ثانيه كتير. كل النقط دي لو انت خليت بالك منها باذن الله سعر الشقه بتاعتك هيزيد وانت هتكسب فيها مكسب كويس. فبالتالي حط في عقلك الاستثمار معتمد على المتغيرات. تاسع نقطه معانا هي انك حط في عقلك كويس قوي ان اغنى ناس في العالم مش بيدوروا على الفلوس، مش بيجروا ورا الفلوس، لا، اغنى ناس في العالم بيدوروا على مشكله موجوده في المجتمع او طلب او حاجه موجوده في المجتمع، المجتمع محتاجها، بعد كده هم بيلبوا الحاجه دي ولوحدها الفلوس بتجيلهم. حط في عقلك الموضوع ده كويس. لو انت قررت تبقى غني اوعى تجري ورا الفلوس، دور على مشكله موجوده حواليك في المجتمع، لاقي لها حل، الفلوس لوحدها هتجيلك، وادعي لي. والنقطه العاشره والاخيره معانا هي انك حط في عقلك الجمله دي، لو قررت تبقى مليونير قدم خدمه او قدم شيء لمليون شخص، لو قررت تكون بليونير قدم شيء او خدمه لبليون شخص. لو من كل واحد اخدت منه جنيه واحد او دولار ايا كان انت دولتك فين، هيبقى معاك مليون دولار، بقى اسمك مليونير. بس انت اعمل حاجه توصل لمليون واحد، اعمل اي حاجه توصل لمليون واحد، والحاجه دي لو سعرها دولار واحد بقى انت اسمك مليونير. لو انت عملت حاجه وصلت لبليون واحد بقى انت اسمك بليونير. اما لو انت ما عملتش اي حاجه ان هي مش هتوصل لولا حاجه، هيبقى اسمك شحاتير زي حالاتي وزي حالاتك وزي حالات الناس كلها. ليه؟ لان احنا مش بنعمل حاجه، انت مش بتعمل حاجه بتوصلها للناس. اوكي؟ لما انت بتخدم الناس على قد العدد الناس اللي انت بتخدمهم على قد الفلوس اللي هتبقى معاك. حط في عقلك كده كويس الموضوع ده. ودلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو، ولو شفتوا الفيديو مفيد اعملوا الحاجات اللي كلكم عارفينها، شيروا الفيديو والحاجات، خلوا ناس ثانيه تستفيد. وفي نفس الوقت زي كل مره في اخر كل فيديو، خلي بالكم على نفسكم، خلي بالكم على الناس اللي بتحبوهم، واشوفكم فيديو جاي باذن الله. سلام.